النهارده واحنا بنجاوب على اسئله على الصفحه وعلى الواتساب، جالنا 20 تقرير رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه، وبيسالوني ايه نوع العلاج، وعايزيننا نوصف علاج بناء على تقرير الاشعه. النهارده هكلمكم عن الانزلاق الغضروفي، التقييم السليم ليه. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. انزلاق غضروفي ولا نتوء غضروفي، مؤثر ولا غير مؤثر؟ كل الاسئله دي لازم نجاوب عليها. في فيديوهات قبل كده ممكن ترجعوا لها على اليوتيوب شانل عشان تقول لكم احنا ازاي بنقيم الموضوع ده، بس الاربع كلمات دول مهمين جدا. هل فعلا في انزلاق ولا مجرد نتوء؟ ودي بتفرق كتير قوي. طب ده يبان ازاي؟ يبان بالكشف. تخيلوا، يعني احنا بنعرف بالكشف من حركه العمود الفقري اذا كان فعلا في انزلاق تام ولا مجرد نتوء غضروفي ومؤثر على العضلات، ولا المصدر الوجع الخشونه الخلفيه بتاعه المفاصل، ولا حاجه تانية خالص زي امراض التيبس الفقري او الفايبروميالجيا. فبالتالي لازم هنا الكشف عشان نعرف اذا كان غضروف انزلاق ولا نتوء بجانب الاشعه. السؤال التاني بقى وده هو الاهم، مؤثر ولا غير مؤثر؟ عارفين كده to be or not to be this is the problem. لانه لو مؤثر ممكن جدا نوصل لجراحه، يعني ضاغط على العصب جامد، عامل ضعف، وبنعرف نشوف فرق الكتله العضليه ما بين الناحيتين، بنشوف القوه العضليه، بنشوف الاحساس، بنشوف مدى استجابه الاعصاب، الانعكاسات العصبيه. كل ده مش هيبان لنا غير بالكشف، على فكره مش هيبان باي حاجه تانية. وغير مؤثر لا، ده شويه نتوء غضروفي صغير خالص محتاجين ان احنا نعمل بس شويه علاج طبيعي. شايفين الفرق قد ايه؟ فاوعى تخلي دكتور حتى بما فيهم انا اقول لك انت الغضروف بتاعك مؤثر ولا غير مؤثر بناء على تقرير الاشعه. شايفين الفرق قد ايه؟ فمهم جدا ان انت لو بتعاني من الم ظهر وعامل رنين، انك تاخد الرنين وتروح تكشف عند دكتور عشان يجاوب على سؤالين: ده نتوء غضروفي ولا انزلاق غضروفي، ومؤثر ولا غير مؤثر، عشان الفرق كبير جدا في العلاج زي ما شرحت لكم دلوقتي. ودمتم سالمين.